سمعت قبل كده عن حقنة الهواء؟ الموضوع ممكن يكون خطير، بس خليني أشرح لك الصح. اللي بيحصل لو كمية كبيرة من الهواء دخلت الوريد فجأة ممكن تعمل حاجة اسمها air embolism، يعني فقاعات هواء تمنع الدم يوصل للقلب أو الرئة. في الحالات الشديدة ده ممكن يؤدي لصدمة، ضيق نفس، أو حتى توقف القلب، وفي حالات نادرة جدا ممكن يسبب الوفاة. لكن خلي بالك، كمية صغيرة من الهواء عادة مش هتضر جسمك، والجسم ممكن يتعامل معاها بسهولة. اللي بيحصل خطر فعلياً هو لما الفقاعة كبيرة جداً، أو لو دخلت في حقن مركزي أو وريد كبير. عشان كده الأطباء دايماً بيتأكدوا من إزالة أي فقاعات هواء من السرنجة قبل أي حقنة، وده بيقلل الخطر بشكل كبير جداً. حقنة الهواء ممكن تكون خطيرة، بس الحالات اللي تؤدي للموت نادرة جداً، وأغلب الحقن اليومية آمنة جداً لو اتعملت بشكل صحيح. خليك دايماً حريص، واعرف مين اللي بياخد منك الحقن، وتأكد إن كل حاجة صح قبل ما تدخل جسمك. وده كان سر النهاردة. لو عجبك الفيديو استنى السر اللي جاي، وساعتها هتسأل نفسك: هو أنا فعلا عرفت؟ ولا لسه السر في السؤال؟